طيب ومعانا اتصال تاني. نقول الو. 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 ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن نكلم احمد لو سمحت؟ ماشي، نقول له مين؟ قول له محمود بويز. اهلا وسهلا يا محمود. عموما احمد معاك وسامعك، اتفضل. ازيك يا محمود؟ ايه يا ابو حميد؟ ايه يا عم زيكا؟ ايه ايه يا عم محمود صاحبي اوي. يا جدعان الراجل بتاع معاكم، الراجل ده جينيوس يا جدعان، وكسروا وقت مصر. بس هو يقعد في مصر برضه، انا هسيبني هو يسافر. لا هو فيسبوك ينفع يا محمود. ينفع. عموما حاول تتواصل معانا مرة تانية. هنطلع بس فاصل مع أغنية بحبها جدا، محمود العسيلي، سلام يا بلدي. وتحيا مصر. تحيا مصر. يا بلدي يا بلدي، هنا اصحابي، هنا احبابي، هنا حبيبي اللي دق بابي، هنا شمسي، هنا قمري، هنا نيلي وهنا غرامي، هنا ابويا وهنا امي، هنا عربي وهنا دمي، هنا بلادي وهنا التادي، وهنا هيكونوا احفادي، هنا ماضية وليالية، وهنا ذكرى كانت ليا، هنا اصحابي، هنا احبابي، هنا حبيبي اللي دق بابي، هنا شمسي، هنا قمري، هنا نيلي وهنا غرامي، هنا ابويا وهنا امي، هنا عربي وهنا دمي، هنا بلادي وهنا الدادي، وهنا هيكونوا احفادي، هنا ماضية وليالي، وهنا ذكرى كانت ليا، وسلام يا بلدي سلام، راجع لك ما فيهاش كلام، وكل شوق واحلام، وسلام يا بلدي سلام، راجع لك ما فيهاش كلام، وكل شوق واحلام، يا بلدي يا بلدي، يا بلدي، وسلام يا بلدي سلام، راجع لك ما فيهاش كلام، وكل شوق واحلام. سلام يا بلدي. الأغنية فعلا اتحطت في وقتها. بس ما اوعى تسيبناش. تسمع، اوعى تسمع مش الكلام ماشي. وتمشي. يا اما تيجي يعني تروح وتيجي على طول. باذن الله. قبل الفاصل انت كنت اتكلمت عن ان انت بتعمل ديليت الحاجات اللي مش كويسه وكده، ولو حد عمل كومنت ولا اي حاجه تقول زمان بقى وكده، ولما كان 10,000 الحاجات دي، دلوقتي انت 70,000. 77. 77 ماشي، 77 ان شاء الله 80. بس حوار بقى ان انت معكش ادمن، انت ازاي بتعمل ده كله لوحدك؟ هو مجهود مش كده؟ بصراحة مجهود جبار ان انت تقوم مجهود. بالشغل ده كله لوحدك. بس هو علشان حاجه بحبها. بس اصل انت فاهم كل صوره تحط، وكمان في كومنتس اللي بتنزل على الصور القديمه وكده، ده انت عارفه انا ما كنتش فاهم يعني ايه حاجه بتحبها ممكن تقضي فيها وقتك كله. يعني مثلا الممثل لما بيقول انا بقعد ما بروحش بيتنا 24 ساعه بصور وبنام في التصوير، كنت بقعد اقول ايه ده معقوله يعني؟ مش معقول يعني، اكيد ليه حياته كده. بس هو انا فعلا لما لقيت حاجه بحبها ابتديت اشتغل عليها لدرجه ان انا ما كنتش بسيبها.
تمام. فعلا اللي بيجتهد في شغله وبيحبه ممكن يقعد فيه 24 ساعه وما يروحش. طيب بص احسن لك والله انت تعمل جروب ده بفلوس. اي ممبر جديد يخش يدفع 50 جنيه مثلا 50 قرش هنلم قد كده. طيب برضو عايز اسالك على حاجه. انت كنت قلت من شويه ان في جروبات كتيره خدت نفس الاسم او نفس الفكره وباسامي تانية وابتدت برضو تنزل نفس الصور. انت شايف من وجهه نظرك ايه اللي بيميز جروبك عن الجروبات التانية دي؟ الاسبقيه. ده نمره 1. الاولويه ان انت ابتديت قبليهم. نمره 2 اي صوره عنده هتلاقيها عندنا، وممكن تكون الصور دي بتصويري انا. فبعد كده ابتديت دلوقتي اعمل الووتر مارك، لان خلاص بقى يعني دلوقتي لو حد هياخد صوره هيحط الووتر مارك بتاعتي، هيشوف الصوره هيعرف ان الصوره دي بتاعتي انا. فدلوقتي على فكره الموضوع قل قوي في السرقه، قل قوي. ابتديت اعمل الووتر مارك قل جدا، والجروبات التانية بقت لايصه بجد مش لاقيه تعمل حاجه. طب اسالك سؤال بقى لازم نساله. ايه السلبيات اللي انت شفتها في الفيسبوك ذات نفسه كويب سايت؟ فيسبوك كويب سايت يعني هو الفيسبوك نفسه هو مكان جميل للتواصل. تمام. سواء اصدقاء او سواء اصحاب او سواء ناس جديده عايز تتعرف عليهم. تمام. بس هو السلبيات طبعا ان في ناس بتعمل اكونتات عشان اغراض تانية، يعني في اغراض تبقى مش مختلفه طبعا. ايوه هي اغراض دنيئه. وفي ناس تانية طبعا بتبقى هو داخل الفيسبوك عشان يتعرف على بنات، وهي داخله عشان تتعرف على اولاد، ويقعدوا يبعتوا لبعض لينكات اغاني وبتاع ومش عارف ايه. تقابل امتى بقى انت بص انت مش متخيل بجد الحاجات دي بتبقى ازاي. تلاقي بقى فريند ريكويست كتير قوي. ممكن نتعرف. طب هاي طب حاجات بقى ده بيتكتب على الوول عندي، يعني الوول عندي المفروض يتكتب فيه مواضيع، تكتب له هاي ازيك ولا عامله ايه اخبارك نمرتك كام نمرتي كذا شات روم بقى. انا حصل معايا من يومين، انا كنت كاتبه الواحد على الوول بتاعته، لقيت واحد ما اعرفوش يقول لي ممكن تضيفينا عنك في الميل، وادي الميل بتاعي. طبعا انت لو ليك اكونت هتلاقي مسجات كل يوم بتخش انت اموره قوي يا ابتسامتك انت عارف الكلام ده. معانا مشاركات. زازا ازيك يا زازا عامل ايه؟ بيقول زازا كل عيد ثوره وانتوا طيبين، ويا رب راديو كريزي اف ام في تقدم وازدهار. ميرسي يا زازا، ده واحد صاحبنا يا جماعه طبعا. وهنشغل لك النهارده اغاني وطنيه عشان احتفال بعيد الثوره. طبعا. وكنزي بعد تقول يا جماعه مش عارفه اوصل للجروب خالص، اوصل له ازاي؟ اكتبي خشي في صفحه الجروبس، اكتبي رصد غرائب الشارع المصري اونلي ان ايجيبت. صح بس كده. في حاجه تانية؟ لا هو سهل جدا. شفتي بسيطه ازاي؟ وهتلاقي فيه كرييتور بس مش هتلاقي فيه ادمن. اهو دي مش هتلاقيها في حته تانية. وهتلاقيه 76,000 ممبر. 77,000 معلش. طيب عايزين نفكر بس الناس تاني المشاركات بتاعتنا على رقم 011 73 764. مستنينك يا محمود تتصل بينا تاني. ها محمود شكله رصيد خلص ولا ايه؟ نحول له. طيب اهم حاجه بقى، يعني الحاجه فعلا اللي انا ارفع لك القبعه وكل حاجه وانحني لك، ما شاء الله كميه الناس اللي اتكلموا عليك. هو مش حقد، هو نسميه اي حاجه تانية، بس انا مش عارفه. يعني ناس كتير قوي 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 اتكلموا عليك يعني. طيب معانا اتصال هاتفي ونقول الو. ايوه جروب جروب. ايوه احنا في ستوك معاك. هاي مين معانا بقى؟ انا محمد نبيل. اهلا وسهلا يا محمد. ازيك يا محمد؟ السلام عليكم. عمرو وساره صح؟ ازيك يا محمد عامل ايه؟ تمام الحمد لله. عامل ايه في الحر ده؟ انا بسأل عن الحر على طول. والله الدنيا حر خالص يا ساره. انتوا عاملين ايه في الحر ده؟ بص احنا بننهار. مستحملين. هنعمل له ايه بس؟ معانا احمد طبعا، احمد سيد جروب كريتور. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا محمد؟ على فكره الجروب بتاعك جميله جدا وانا متابعها على طول. على فكره يا جماعه انا ابن خالة احمد لو طب يعني بنتابعه دايما. اكيد يعني واسطه بقى بنتابعه على طول في كل وقت. طيب ربنا معاك يا احمد. وكنت بس عايز السلام عليكم. ميرسي. عايزين نسمع صوتك بقى على طول، مش عشان احمد هنا بس تتصل على طول. ها باي. احنا بقى كنا بنتكلم عن الناس اللي هم اتكلموا عليك. تقصدي برامج ولا ناس؟ يعني البرامج. يا جماعه لسه غريبه هنقراها كده.